ده بسكوت مش رقاق يا جماعة. كل سنة وانتم طيبين. عملنا الرقاق العيد بطريقة سهلة وبسيطة بشوية دقيق وملح وسكر. عملنا الكمية الحلوة دي طريقة جميلة جدا ما شاء الله، كمية حلوة قوي. وهقولك على انهي افضل، تسوية البوتاجاز من فوق او الفرن. يلا بينا على طول نشوف عملنا الجمال ده ازاي. اول حاجة بجيب كيلو دقيق متعدد الاستخدامات او دقيق عادي، مش هيهم او مش هيبقى فارقة معانا في الموضوع. اهم حاجة ننخل الدقيق نخلة حلوة جدا. تمام. هجيب كيلو الدقيق هنخله نخلة حلوة تمام علشان ما يبقاش فيه اي تكتلات ولا اي حاجة معانا في الدقيق. عندي هنا معلقة من السكر صغيرة كده مليانة، وعندي نص معلقة من الملح. وهقلب الكلام ده كله في بعضه، دقيق مع السكر مع الملح، قلبناهم كده مع بعض. وهبتدي بقى انزل على الكلام ده والدقيق بتاعي بمية من الحنفية. طبعا مقدار المية هنا مش هنقدر نحدده لان كل دقيق بيبقى بيختلف في نوع السوائل بتاعته. حطيت بقى كده المية وهنزل بيها شوية بشوية وهعجن بإيدي عشان أقدر أتحكم في ملمس العجينة بتاعتي. هعجن كده وكل محتاج مية هنزل بشويش حبة بحبة. هنا بقى كنت خلاص نزلت بالمية بتاعتي كلها اللي أنا هستخدمها. لقيت الدقيق ملزق شوية، ما تقلقيش، أو العجينة ملزقة شوية. كل ما تعجني فيها هتبتدي تتلم اهي وهتبقى زي الفل. هنا بقى خلاص عجنتها في البولة. ممكن تكملي في البولة عادي وممكن تحطيها على الرخامة او على المفرش كده وتبتدي تعجني فيها. اهم حاجة في الرقاق بتاعنا انه يتعجن حلو جدا. تمام. هنا بقى ابتديت حطيتها على الرخامة كده وقعدت اعجن فيها حلو من غير بقى ولا عجان ولا اي حاجة. هيتعبك شوية بس اهم حاجة ان انتي تعجنيه صح. لو تعبتي هتبدأي تسيبيها 5 دقايق، تريحيها 5 دقايق وترجعي تعجنيها تاني. دي هتوفر معاكي وقت ومجهود. هنا كنت عجنت بقى العجينة خلاص تمام ما شاء الله، ما فيهاش تشققات، عجينة ناعمة وطرية حلوة جدا ومش ملزقة. هبتدي اسيبها على الرخامة كده على المفرش، وهحط عليها كيس تلاجة اغطيها بيه بس عشان ما تتشققش مني. تمام. ممكن كمان تحطي تحتيها كده حبة دقيق، رشة دقيق، عشان تطلع معاكي بسهولة وما تلزقش منك. هنا بقى كنت خلاص سبتها 10 دقايق ترتاح. العجينة بتاعت الرقاق لا بتتخمر عشان احنا مش حاطين فيها خميرة ولا بيكنج باودر ولا اي حاجة، دقيق وملح وسكر بس. هنا بقى ابتديت ان انا خلاص بعد ما ريحتها هبتدي اقطعها. هركنها بقى كده على جنب وهجيب صينية مدهونة او مرشوش عليها رشة من الدقيق حلوة كده. اهم حاجة نرش عليها دقيق. وهبتدي بقى اجيب العجينة بتاعتي اقطعها لكرات قد البيضة كده. تمام. كل كورة كده قد البيضة. تمام. كيلو الدقيق هيعمل معانا كام كورة؟ هيعمل معانا 24 كورة، يعني 24 رقاقية هنعملهم من كيلو الدقيق. هبتدي بقى ألم الكورة كده بتاعتي أو العجينة، وابتدي ألفها كده حوالين إيديا، وهبتدي أحطها على الصينية اللي مدهونة أو مرشوشة دقيق. وهعمل واحدة كمان، هعمل نفس الكمية، كل الكمية بتاعتي بنفس الطريقة. اخد كورة كده والفها على ايدي والمها كده حلو كده ما يبقاش فيها اي حتة مفتوحة، وهكورها كده والفها على ايديا واحطها على الصينية اللي فيها الدقيق بتاعي. بصوا بالطريقة دي سهلة جدا. هنعمل الكيلو الدقيق هنطلع منه 24 كورة كده علشان يبقى الرغيف بتاع الرقاق مظبوط وتمام جدا. حتى لو ما عندكيش ميزان هتعمليه بنفس الطريقة. عملنا ما شاء الله كمية حلوة من كيلو الدقيق اهو. وعملت برضو دول قطعوا معايا 24 كورة زي ما قلت لكم. هرش بقى على وش الدقيق، على وش الكرات بتاعتي كده دقيق علشان ما ينشفش مني، وهغطيه برضو 10 دقايق كمان. تمام. هنريح بس العجينة علشان لما نيجي نفردها نعرف نفردها تمام. ممكن بقى تحطي على خلاص احنا ركناها كده 10 دقايق، ممكن تستخدمي صينية تفردي عليها او على الرخامة. هنحط تحتيها دقيق وفوقيها دقيق ونبتدي نفرد
العجينة بتاعتنا بإيدنا كده شوية، وبعد كده هنستخدم المنشبة علشان نفرد الرغيف بتاعنا. طبعا هنا في الصينية انا معرفتش اتعامل قوي، لان طبعا انا عايزاه يبقى مفروض حلو علشان يبقى رفيع كده ويبقى جميل. شلت بقى الصينية بتاعتي بعد ما عملت. هنا بصوا ما كنتش عارفة استخدم او افرد الرغيف بتاعي على الصينية. شلت بقى الصينية خالص وابتديت احطها على الرخامة علشان اعرف اتعامل مع الرغيف بتاعي. هنا بقى حطيتها على الرخامة وابتديت افرد فيها حلو علشان اعرف اتعامل مع الرغيف بتاعي. بصوا ما شاء الله، طالما ريحنا العجينة هنبتدي نفردها وهتطلع معانا زي الفل ورقيقة وحلوة جدا. اهم حاجة يبقى تحت الرغيف دقيق علشان ما يلزقش في الرخامة او في المفرش بتاعي، وافرد فردة حلوة. تمام. بصوا ما شاء الله الرغيف جميل معايا ومظبوط وتمام التمام. هنا بقى كنت بفرد بقى الرغيف عادي معايا خالص وبالراحة كده وبشويش اهو، من غير بقى ما يتقطع معايا ولا اي حاجة. ما شاء الله العجينة طرية وناعمة. هنا بقى جبت صينية على البوتاجاز من فوق وقلبتها، وابتديت خليتها تسخن كده على النار، وابتديت انزل بيها على الرغيف بتاعي. بصوا اهو، هبتدي كده انزل بالرغيف بالراحة وبشويش اظبطه على الصينية كده. اول ما يبتدي يسخن ويبتدي يتشمع معايا هقلبه على الناحية التانية وبإيديا كده بالراحة وبشويش. لو قدرتي تستحملي طبعا هتعمليها، ما بتبقاش سخنة جدا. واقلبه على الناحية التانية وابتدي اطبطب عليه كده بإيديا علشان يبتدي يتنفخ معايا، وابتدي الفه حوالين الصينية بتاعتي وهي سخنة. يتشمع واقلبه على الناحية التانية. بصوا ده بقى من على البوتاجاز من فوق. هقول لكم انهي طريقة افضل واحسن، وفي الشكل كمان وفي الطعم. هنا بقى خلاص كنت خلصت كده الرغيف، يعتبر اهو يا دوبك عملته من فوق اهو، وكل ما يديني يتشمع من تحت اقلبه على طول على الناحية التانية. اداني النتيجة دي. هسيبه بقى كده على جنب، اركنه على جنب لغاية ما ينشف معايا. تمام. عملت بقى واحدة تانية كده وفردت قطعة من العجينة تاني بنفس الطريقة. حطيته بقى على الصينية من جوه، يعني مش فوق الصينية، يعني ما قلبتش الصينية، لا، جبت الصينية وحطيته من فوق كده بالطريقة ديت، وهدخله الفرن. واول ما يدخل الفرن واول برضو ما يتشمع كده هقلبه الناحية التانية وافضل الف فيه وطبطب عليه بايديا برضو لغاية ما يديني النتيجة دي. عايزة اقول لكم النتيجة في الفرن احسن من فوق البوتاجاز، بيديني اللون الحلو ده مقرمش كده ولونه كله حلو وجميل. بصوا ما شاء الله بيديني لون وتنفيخة كده، نفخة كده حلوة في الرقاقية بتاعتي. في الفرن النتيجة طلعت مني احسن من البوتاجاز من فوق. جربوها بقى بالطريقة دي هتعجبكم ان شاء الله. كل سنة وانتم طيبين. ما تنسونيش في اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس. ربنا يديمكم عليا نعمة وربنا يديمها علينا نعمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.